هاد اللحظة التكريمية هي مهمة بالنسبة لي. أولا لأن تكرست مع واحد الشاب اللي هو عنده واحد النظرة ماشي بحال ديالنا، لأن النظرة أنه كيشوف فينا أن حنا القدوة، وكيشوف فينا أن حنايا عملنا عمل اللي كنستاهلوا عليه. ثانيا اليوم كان الحضور السيد الوزير، وهذا الحضور كان عاود مميز بالنسبة لنا. السيد الوزير حضر لأن الأهمية ديال هاد التظاهرة، وفي الحقيقه في زعما هاد التطورات جمعت بزاف ديال النساء اللي هما كيستهلوا التكريم، واللي هما كيخدموا ما بين اسبانيا والمغرب. الوضعيه المغرب للمراه في المغرب خاصها غير كان حنا كنقولوا لا فورماسيون اي لا فورماسيون. يعني باقي خصنا نعملوا تكوينات، باقي خصنا نعملوا شويه ديال نعاونوها انها هي تزيد القدام، على سبت ان خص الدعم. وحنا في الجمعيه ديالنا هادشي اللي كنعملو كندعم المراه باش كنعملو التكوينات، باش كنقدروا ان حنا نوفروا لها كل الموارد اللي كتحتاج باش ان يزيد القدام. لا اللي هما ما عندهمش الشركات باش كيخلقوهم، ولا من النساء اللي عندهم الشركات ديالهم باش حتى هما كيزيدوا القدام، لان حنا كنمشيو عاود مع العصر. حنا الدعم ديالنا ماشي مادي، حنا الدعم ديالنا هو الاكسبيريونس اللي عندنا والكفاءات اللي عندنا. لان ممكن ان اي واحد يعطي محاضره، ولكن حنايا كنكونوا حنايا الناس ديال الميدان. يعني حنا نهار اللي كنوصفوا ولا كنعاونوا، لان كنعاونوا على سبت عندنا واحد لاباس، لان واحد الحاجه اللي دوزنا منها، واحد الاكسبيريونس اللي احنا متاكدين منها، وكنقدر ان حنا ننصحوا باش ما يطيحوش في الاغلاط، وباش ان حنايا ديك الطريق هذيك ما كرهناش انهم يتفاداوها.